صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا. كنت هنا بصور، كنت بحضر الفطار، فقلت كده لما اصوره كده معاكم. بصوا اهو، اول حاجه هنا ده بلح اسمر اهو زي ما انتوا شايفين. بفصصه كده عشان اسيحه على النار، بيبقى طعمه جميل جدا. يعني ده بدل العجوه، بيبقى طعمه حلو، وكمان ما بيكونش مسكر زي العجوه. وهنا برضو بصوا كيس فول اهو، برضو هحبشه، وادي ليمونه برضو عشان نحبش الفول. وهنا بسلق بطاطستين بيغلوا اهوت او بيتساووا كده على النار. وهنا اهوت يا حبايبي بسلق وحدتين كده من البطاطس، ممكن حابين تحمروها عادي. وطبق المخلل بقى والجبنه. البطاطس هتتسلق وبعد كده اقشرها. عبال بقى ما البطاطس تتسلق هكمل تفصيص البلح كده اهوت يا حبايبي. فصصت البلح اهو. ودي برضو البطاطس بعد ما اتسلقت معايا هقشرها. طبعا هقشرها كده وهي لسه سخنه عشان القشره دي تطلع معايا بكل سهوله. بعد كده بقى نساوي العجوه، او عفوا البلح. هنا بقى يا حبايبي حطيت طاستين، واحده للبطاطس وواحده للبلح. ينزل كده بالبلح والبطاطس، هنديها كده يعني تشويحه بسيطه، بتدينا طعم برضه جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبدأ كده معانا العجوه او البلح، نهدي عليه بس النار عشان ما يتحرقش ويستوي كده براحته. وادي برضو البطاطس هنديها كده تشويحه لحد كده ما تاخد لون معايا او تتشمع. وهنا برضو مهديين خالص. كده بصوا اهي خدت كده لون معايا. بصوا ذهبي فاتح كده، او عطيتها كده تشميعه زي ما انتوا شايفين، بس مش عارفه ليه الكاميرا مش موضحه اهي. وهنا طبعا يعني عودين كده من الشبت، حطيت بقى رشه فلفل اسمر، رشه كمون. بتبقى فيه كده توابل برضو بتتباع جاهزه كده لتوابل البطاطس، ممكن نضيفها. مش هضيف ملح لاني كنت ضايفه ملح على البطاطس وهي بتتسلق. نجيب بقى كده الهراسه ونهرس البطاطس. عايزه اوريكم كمان حاجه. دي بصوا البلح جاهز معايا. بصوا بقى يا حبايبي، بعد هنا اهي طبق البطاطس بعد ما خلص معايا، وطبق المخلل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وادي البلح. وده طبعا طبق الفول المحبش بالطحينه والكمون والليمون والملح. وبصوا ظبطنا طبق الفول، طعمه في منتهى الجمال. عندكم بقى الزيتحار حطه. وده كان في الفطار اللي انا حضرته معاكم بسيط. نسيت اجيب الجبنه، هجيبها بقى واحنا بنفطر اهو. حاجه بسيطه كده، حبيت كده اصور معاكم وانا محضر الفطار. ما كنتش هصور الصراحه، بس بقالي يومين كده ما نزلتش معاكم يا احلى متابعين. يا ريت كده تدعموني كده بلايك، واللي لسه مشتركش في قناتي يا ريت كده يدخل ينورني باشتراك حلو زيه. استنوني في فيديو جديد يا احلى متابعين.